الحكاية النهاردة عن قاتل مختل أي شخص بيشوفه بيقتله حتى لو كان ما يعرفوش ولا أذاه في أي حاجة، لحد ما بتقع قدامه بنت بترفض إنها تكون ضحية وبتقرر تخلص عليه. بس قبل ما نبدأ فيلمنا ما تنساش تصلي على النبي، ولو أول مرة تشوفنا ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلك كل ملخصاتنا. بيبدأ فيلمنا مع كيت وهي خارجة من المطعم اللي بتشتغل فيه، وبتكون بتتمشى علشان ترجع البيت، وبيبقى فيه عربية لونها أبيض بتكون ماشية وراها، ولما بتحس بيها بتقلق لأن الدنيا ضلمة ومفيش حد في الشارع، وعلى طول بتقف على جنب. ولما بتلاقي العربية ما وقفتش وكملت على طول بترتاح وبتكمل مشي لحد ما بتوصل للبيت، لكن مفتاح البيت بيقع منها، ولما بتميل علشان تجيبه في شخص بيكون واقف وراها وبيضربها الشخص ده على دماغها وبيركبها عربيته اللي بتبقى مليانة أجزاء كتيرة من جثث مختلفة وكلهم متعلقين كأنهم حيوانات. وبيوصل للمكان بتاعه وبيفتح العربية وبيطلع منها كيت وبيمسك منشار وبيقرب المنشار من دراعها، وبتكون كيت ابتدت تفوق، ولما بتشوف وشه والمنشار بتخاف وبتفضل تصرخ، وبيفضل يقطع دراعها وهي عايشة وبيكتم الصوت وبيذبحها وبيفصل راسها عن جسمها خالص وبيكمل تقطيع في جثتها. وتاني يوم بنشوف بنت اسمها فينا بتحاول تتصل بستيف حبيبها لكنه ما بيردش عليها، فبتطلع تركب عربيتها علشان تروح الشغل، والعربية بتبقى بايظة وبتضطر تصلحها الأول وبعدها بتتحرك. وفي المطعم بنشوف المحققة جابي بتحقق في اختفاء كيت، وزمايلها بيعرفوها عن العربية اللي وقفت قدام المطعم قبل خروجها على طول، وبيقولوا لها إنها بعد كده مشيت وراها. وفي واحدة منهم بتقول إن في بنت اسمها هانتي كانت زميلة كيت في السكن اختفت من 3 أسابيع برضه، وإن من وقتها محدش عارف عنها حاجة. فبتشك جابي إن ليهم علاقة ببعض، وبتخرج للمكان اللي كانت العربية واقفة فيه وبتلاقي آثار دم. وبنرجع تاني لفينا اللي بتحاول تتصل بستيف تاني وهو ما بيردش برضه، وبتسألها سارة صاحبتها هي ليه متوترة، فبتعرفها ان ستيف ما بيردش عليها بقاله فترة، فبتقول لها سارة تهدى واكيد لما يفضى هيكلمها. ولما جون مديرها بيشوفها بيسألها هي ليه ما جاتش الشغل امبارح، فبتقول له انها كانت تعبانة، بس هو بيقول لها ان كان في حفلة مهمة وما ينفعش كانت تغيب في يوم زي ده. ولما بتقول له تاني انها كانت تعبانة بيقول لها ان ده ما يهموش، وبيقول لها لو كانت آخر ساعة في حياتها كان لازم تيجي الشفت بتاعها. ولما بتقول له إنه كلامه سخيف بيقول لها إنه عارف، وبيبقى عارف إنها محتاجة الفلوس ومفيش مكان تاني تشتغل فيه، وبيطردها من المكان، ولكنها بتقول له إنها تشتكيه لكنه ما بيهمهوش لأن ده بار مفيش قواعد بتمشي عليه وبيسيبها وبيمشي. فبتسأل سارة لو كان في مكان قريب تشتغل فيه، بس سارة بتقول لها إن مفيش غيرهم في المنطقة دي وأقرب بار بعيد عنهم جدا، وبيكون في واحد من عمال النظافة اسمه ستيوارت مركز مع فينا جدا، وبيبقى مركز مع فينا جدا لدرجة إني بشك إنه القاتل وهي ضحيته الجديدة، لكن القاتل بيكون أضخم وأطول منه، وكمان هو بيكون بيغسل عربيته. فهل هيطلع مساعد ليه ولا ملوش علاقة أصلا؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. وبعدها في واحدة اسمها كودي لما بتعرف إن فيينا هتسيب الشغل بتروح لها وبتسألها عن السبب، فبتعرفها إن جون هو اللي طردها علشان غابت يوم من الشغل. ولما بتسألها هي هتعمل إيه قالت إنها هتدور على شغل في مكان تاني، فكودي بتبقى عارفة إنها مش هتلاقي وبتديها الكارت بتاعها وبتقول لها تتصل بيها لو احتاجت أي حاجة. ولما بتطلع فيينا تركب عربيتها بتعطل تاني، وبتلاقي ستيوارت في وشها وبيسألها لو كانت محتاجة مساعدة، لكن هي بتشكره وبتتحرك. وبتكون جابي في الشارع لسه بتدور على أي معلومة عن صاحب العربية البيضة، وفيينا بتقف في استراحة علشان عربيتها عطلت تاني، وبتتصل بستيف تاني لكنه ما بيردش برضه. وبتلاقي ستيوارت في وشها فبتدخل السوبر ماركت لكنها بتلاقيه مقفول، فهو بيقول لها ان الوقت اتأخر وانه كان سايق عربيته وشافها وقفت علشان كده نزل يطمن لو محتاجة حاجة، فبتتجاهل كلامه وبتروح تصلح العربية. فهو بيسألها هي اتخانقت مع جول ليه، فبتسأله هو عارف ازاي، فبيعرفها انه عارف علشان هي خرجت بدري عن ميعادها، فبتستغرب هو ازاي عارف مواعيدها وايام شغلها، وبتحس انه اكيد بيطاردها. وبعدها بيشوف العربية البيضة على الطريق وبيبصلها بقلق، بس فيينا بتركب وبتسيبه وبتمشي وبتقف على جنب شوية، ولما بتتأكد انه مشي خلاص بتتحرك والعربية البيضة بتتحرك وراها،
فهي بتروح على بيت ستيف، ولما ما بيفتح لهاش بتكسر الباب وبتلاقيه مع بنت تانية، ولما بتسأله هو ليه ما ردش عليها بيقول لها انه مشغول، بس هي بتبقى عارفة انه بيكذب وبتتخانق معاه لانه بيتهرب منها. ولما بتسأله هو بيتصرف معاها كده ليه بيقول لها تخرج لانهم خلاص انفصلوا. فبتطلع اختبار حمل وبتديه للبنت، بس هو ببساطة بيقول لها ان اكيد الطفل ده مش ابنه وبيطردها تاني. فبتطلع تاخد عربيتها وبتقف في مطعم على الطريق، وبتلاقي ستيوارت هناك، بس هو بيكون موجود قبلها وقاعد على الترابيزة اللي في وشها وبيهزر معاها وبيسألها لو كانت بتراقبه، بس هي بتبقى متضايقة وده بيبقى واضح عليها. فبيعرض عليها يعزمها على قهوة، لكنها بترفض علشان ما يقعدش معاها على نفس الترابيزة. وبتبلغ جابي فريقها بمواصفات العربية البيضة، وبتطلب منهم يستعلموا عن كل العربيات المسجلة بنفس المواصفات دي. وبتخرج فيينا من المطعم وعربيتها بتعطل تاني، وبيشوفها ستيوارت وبيقول لها انه ممكن يوصلها. فهي بتبقى قلقانة بس بتوافق لأن الوقت متأخر ومفيش توصيلة تانية. وبتتحرك العربية البيضة وراهم وبتخبطهم علشان يقفوا، وبياخد ستيوارت سكينة معاه وبينزل للشخص اللي سايق وهو متعصب، لكنه بيكون أقوى منه بكتير وبيضربه على دماغه في ثانية. فبيفقد وعيه وبتخاف فيينا وبتخرج تستخبى ورا العربية، بس هو بيشوف الباب مفتوح وبيتحرك من وراها وبيمسكها من رقبتها، وهي بتخبطه برجليها في عربية جاية بسرعة عليهم بتخبطهم. فبتقع فيينا على الأرض وبتفقد وعيها. وبعدها القاتل بياخد ستيوارت معاه وبيمشي بالعربية، وبينزل من العربية التانية ولد وبنته بيتخانقوا مع بعض، وكل واحد فيهم بيلوم التاني على الحادثة. ولما بيشوفوا فيينا مرمية على الأرض ما بتتحركش بيخافوا وبيركبوا عربيتهم وبيسيبوها مرمية على الأرض وبيمشوا. وبيفوق ستيوارت بيلاقي نفسه مربوط في مكان غريب، وأول ما القاتل بيسمع صوته بيقرب منه بمنشاره وبيقطعه وهو صاحي. وبتدخل فيينا المستشفى، فجابي بتاخد كارت كودي اللي معاها لأن مفيش أي حاجة تانية كانت معاها يعرفوا منها هي مين. والممرضة بتعرفها إنها هتبلغها لما تفوق. وبعدها سارة بتصحى من النوم على تليفون ليها من كاي والد بنتها بيعرفها إنها لازم تدفع له ديونها والنفقات اللي المحكمة حكمت بيها. ولما بتطلب منه يخليها تقابل البنت ويصبر عليها في دفع الفلوس شوية بيرفض، وبيحذرها علشان تدفع للمرة الأخيرة وبيقفل. فبتلبس وبتروح لتاجر مخدرات وبتقوله إنها عايزة تشتري منه، فهو بيستنتج إنها مش ليها وإنها عايزة تبيعه من ورا جون في البار، وبيرفض يديها وبيهددها إنه هيعرفه كمان. ولما بتقوله إنها معاها فلوس البضاعة ومحتاجة ليها بيقول لها إنه هيديها بشرط إنه يبقى شريك معاها وياخد 75%، وده طبعا بيبقى ظلم ليها لكنها بتوافق لأنها مضطرة. وبعدها جابي بتتصل بكودي وبتخليها تقابلها في المستشفى، وبتوريها فيينا وبتعرفها اللي حصل لها وبتسألها لو كانت تعرفها. فبتقلق كودي عليها وبتقول لها إنها كانت بتشتغل معاها في نفس المكان، وبتعرفها اسمها وبتقول لها إنها ملهاش أي حد تاني وبتطلب منهم يتصلوا بيها لما تفوق. فبتشكرها جابي وبتسيبها وبتمشي. وبتعرف إن العربية اللي لقوا فيينا جنبها بتاعت ستيوارت، وإنه كان سهران في المكان اللي فيينا بتشتغل فيه، وإن هما الاتنين خرجوا من المطعم مع بعض في عربية ستيوارت. وبتفتكر جابي إن في زوجين اختفوا الشهر اللي فات، وإن الزوجين دول كانوا جيران ستيوارت، وإن هو شهد إن كان في عربية بيضة بتراقبهم قبل ما يختفوا. وبتشك إن الموضوع كله مرتبط ببعضه، وبتوسع البحث عن العربية أكتر. ولما ما بيوصلوش لحاجة جديدة بتطلب إن مواصفات العربية تتذاع في الراديو علشان الناس تبلغ لو شافت أي حاجة مشبوهة. وبيكون القاتل في مصنع قديم بياكل وهو بيتفرج على كرتون، وبيسمع الأخبار في الراديو بتتكلم عنه، وبيطلبوا من الناس يبلغوا عن العربية لو شافوها. فبياخد عربيته وبيتحرك لحد ما بيلاقي عربية زي بتاعته بالظبط وبيقتل اللي فيها، وبيخلي صاحبها يبان إنه انتحر بالمسدس بعد ما قطع راس حبيبته. وفي البار سارة بتحاول تبيع المخدرات للبنات، ولما جون بيشوفها بياخدها منها وبيضربها علشان يعرف مين اشترى منها ومين باع لها من وراه، وبيهددها إنه هيشوه وشها لو ما قالتلوش مين اللي باع لها، وبيجبرها تاخده ليه. وبتترجاه يحل الموضوع بطريقة تانية بس هو بيرفض. وبتقف في بنزينة على الطريق، وبيكون القاتل واقف في نفس البنزينة. ولما سارة بتتحرك بالعربية بيمشي وراهم، ولما بيوصلوا للتاجر جون بيدخل لوحده وبيهدده بالمسدس علشان ياخد البضاعة اللي معاه. وقبل ما يعمل أي حاجة بيقتله بالمسدس، وبيدور على الفلوس اللي مخبيها والبضاعة وبياخدهم. وبيخرج يرجع مفاتيح العربية لسارة، وبيقول لها تتحرك وترجع للبار من تاني. وفي نفس الوقت ده الشرطة بتوصل للعربية البيضة اللي فيها الشخص المقتول، وبيفتكروا
بيفتكروا إن المجرم قتل نفسه بعد ما اتكشف وقتل حبيبته قبل ما ينتحر، لكن لما جابي بتبص تحت العربية ما بتلاقيهاش بتسرب، وبتشك إنها خطة من القاتل الحقيقي. ولما بيوصل جون للبار بيمشي الحارس، ولما هي بتحاول تمشي بيضربها لحد ما بتفقد وعيها وبيسيبها على الأرض، وبيقعد علشان يعد الفلوس. وفجأة بيسمع صوت موسيقى عالي، ولأن مفيش حد في المكان وكل الموظفين مشيوا بيستغرب وبيزعق بصوت عالي علشان اللي مشغل الموسيقى يقفلها. ولما بيقرب من الصوت في حد بيسحب سارة وبياخدها من على الأرض، وبيقفل جون الموسيقى. ولما بيرجع وما بيلاقيش سارة بيخاف، وفجأة بيتضرب على دماغه وبيفوق بيلاقي نفسه متعلق في المصنع المهجور، وبيكون القاتل هيخلص على سارة. بس لما بيعرف إن جون صحي وبيسمع صوته بيروح له هو الأول، وما بيكونش جون فاهم هو عايز ايه ولا احنا كمان، وبيبقى خايف من وشه المخيف ده في نفس الوقت. ولكن هو ما بيردش ولا بيقول اي كلمة، وبيمسك سيخ حديد وبيكتم صوته وبيطعنه في رجله. وبتفوق سارة على الصوت ده وبتشوف جون بيتذبح بسلك قدامها، وبتقدر انها تفك نفسها. ولما القاتل بيخلص على جون بيرجع ما بيلاقيهاش على طول. هي بتحاول تهرب وتخرج من المكان الغريب ده، ولكنها ما بتبقاش عارفة تطلع ازاي. وبتطلع على سلم وبتلاقي جزمة القاتل قدامها، وبعدها هو بيظهر من وراها وبيقطع راسها عن جسمها، وبياخد العربية بأجزاء الجثث لمزرعة، وبيناديه الشخص اللي هناك باسم فيلدي، وبياخدها منه وبيديله فلوس، وبيقول له انه عاوز جثث اكتر، وبيأكل الجثث دي للخنازير. وبتصحى كودي من النوم مرهقة، وصاحبتها بتقول لها تروح لواحدة اسمها روزة بتلعب بورق الطاروت. وبتكون كودي مش عايزة تروح، لكن صاحبتها بتعرفها انها خلاص حجزت لها. وبيتنشر في الراديو ان القاتل الشرطة لقيته منتحر، على الرغم من ان مفيش اي حاجة تثبت ان هو اصلا. ولما فينا بتفوق في المستشفى جابي بتروح لها وبتحكي لها كل اللي حصل، وبعدها بتوصف لها المجرم وبتقول لها انه شكله ضخم ووشه مشوه ومناخيره مقطوعة، وبتقول لها انها لو شافته تاني هتتعرف عليه. وبترفض انهم يتصلوا بكودي، وكودي ساعتها بتبقى عند روزة. ولما بتشوف روزة الاوراق اللي كودي اختارتها بتتوتر، وبتقول لها انها هتموت قريب، وبترفض تاخد منها فلوس، وبتقول لها تخلي بالها من نفسها. وبتحذر جابي دوريات الشرطة من ان المجرم هو اللي عمل لهم الفخ علشان يزيف موته. اما هو في نفس اليوم ده بيشوف عربية مركونة على جنب، ولما بيبص وراها بيكون الولد والبنت اللي خبطوه هو وفيينا بالعربية قاعدين لوحدهم، وبيقتلهم بالمسدس هما الاتنين. وبيشوف كودي عند البار لوحدها، ولما هي بتشوف العربية بتخاف وبتتصل بالشرطة وبتقول لهم العنوان، بس اللي بيرد عليها بياخد البلاغ بسخرية لأن البار مشبوه، وكمان لأنهم فاكرين إن القاتل انتحر خلاص. لكن هي بتبقى خايفة جدا. ولما بتعرف جابي إنها اتصلت بالشرطة بتاخد فيينا من المستشفى لأنها مصرة تخرج علشان مش معاها تكاليف العلاج. وبتكون في نفس الوقت ده زعلانة لأنها أجهضت الطفل، وبتروح معاها على البار. وفي البار القاتل بيضرب كودي على دماغها وبيربطها في العربية قبل ما جابي توصل، وبيروح على محطة البنزين. والولد اللي شغال هناك بيلاحظ لأول مرة إن العربية بتسرب دم تحتها، وبيبقى الشخص ده شكله غريب ولبسه عليه دم، وبيبلغ عنه وبيقفل باب السوبر ماركت عليه. وبتعرف جابي بالبلاغ بتاعه وبتطلب منه يقفل على نفسه وما يدخلش في مواجهة معاه. بس لما القاتل بيشوفه بيتكلم في التليفون وقافل الباب بيحاول يفتحه. ولما جابي بتوصل المحطة بتلاقي آثار الدم فعلا، بس العربية بتكون اتحركت وبيكونوا هم وراها، وكودي بتبقى فائت ومش عارفة تفك نفسها. ولما جابي بتجبره يوقف العربية بيقتلها بالمسدس، وبتنزل فيينا تستخبى قبل ما يشوفها. ولما بيتحرك بتاخد اللاسلكي من جثة جابي وبتمشي وراه، وبتبلغ الشرطة باللي حصل بس ما بتكونش عارفة العنوان بالظبط. ولما هو بيوصل المصنع بتشغل انذار عربيات الشرطة علشان يروح لها وتشغله، وبتحاول انها تفك كودي من العربية لكنه بيرجع بسرعة، فبتضربه بالمسدس وبتركب العربية بتاعته وبتسوقها. لكن هو ما بيحصلوش اي حاجة، وبيركب عربية الشرطة وبيطلع وراهم بسرعة، وبيضرب على كاوتش العربية فبيتخبطوا. وبتتخبط فيينا في دماغها وبتفقد وعيها لثواني، وبتفضل كودي تنادي عليها لحد ما بتفوق، وما بتكونش عارفة ازاي تفكها. اما القاتل فبيحاول يفتح الباب في نفس الوقت ده، وفي نفس اللحظة اللي كودي بتفك نفسها هو بيفتح الباب وبيفضل ينادي عليها كأنها خنزير. ولما بيقرب منها بتضربه بشاكوش على دماغه، وبتاخد السكينة وبتطعنه بيها كتير جدا، وبتحس انها خلصت منه واخيرا بترتاح.
لكن ده بيكون خدعة منه، وبيطلع السكينة وبيطعنها بيها في رقبتها وبتفضل تنزف كتير، وساعتها فيينا بتبقى مصدومة وبتمسك ساطور وبتضربه بيه، ولكن للأسف كودي بتموت، وبتطلعها فيينا من العربية بتاعته وبتركبها عربية الشرطة وبتغرقه هو والعربية جاز وبتولع فيه. لكن بعد ما بتمشي بنشوفه واقف مع الساطور بيبص على العربية اللي بتتحرق، فتفتكروا هو ما بيموتش ليه ومين ضحيته الجاية. ولحد هنا بيبقى خلص فيلمنا النهاردة، وبنتعلم منه إن الاستسلام عمره ما كان حل، وإن مهما كانت الجريمة كاملة ففي يوم من الأيام لازم تتكشف. ولو عجبك فيلمنا النهاردة ما تنساش تصلي على النبي، وما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك ملخصاتنا الجاية.